بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في الحقيقة لقاء القمة المصرية بالأمس كان لقاء ممتع من جانب النادي الأهلي، وخصوصا بعد الأداء الرائع والممتع سواء من الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مستر كولر، وقدر ان هو يقود النادي الاهلي ان هو يفوز على نادي الزمالك برباعيه مع الرأفة، ولكن ايضا كان اداء عالي جدا من خلال لاعبي النادي الاهلي، بدايه من حراسه المرمى محمد الشناوي وحسين الشحات بيرستاو وكهربا. الحقيقه النادي الاهلي ابدع بالامس، كانت مباراه كبيره جدا، اداء قوي، قدر النادي الاهلي ان هو يفنش السيزون متصدرا على قمه الدوري ومحتفظا بلقب الدوري العام. النادي الاهلي فعلا هذا الموسم 4 بطولات ما بين السوبر والبطوله الافريقيه وكاس مصر وداخل ان شاء الله على بطوله السوبر الافريقي مع نادي اتحاد العاصمه الجزائريه بالمملكه العربيه السعوديه، وايضا بطوله كاس العالم للانديه. الحقيقه النادي الاهلي هو فرحه وبسمه الكره المصريه. شفنا النادي الاهلي بالامس الضغط والفرص الضائعه، والحقيقه فعلا كانت مباراه رائعه بكل المقاييس، ولكن الحقيقه فعلا يعني احنا كاهلاويه وكعشاق لكره القدم المصريه يعني ببالغ الحزن والاسى حزناء على الاداء الهزيل من جانب نادي الزمالك، لان الحقيقه فعلا ارتفاع مستوى الكره المصريه ما يهمناش. النادي الاهلي فعلا النادي الاهلي في الطب، وهو اكبر الانديه المصريه حصولا على الالقاب المحليه والافريقيه، ولكن يهمنا ان قطب الكره المصريه الاخر اللي هو نادي الزمالك ان هو يرتقي الى صفاف نادي القمه النادي الاهلي ويبقى له ند، لان زي ما قلت لحضراتكم قطبي الكره المصريه جمهور النادي الزمالك العريق اللي بحييه، اللي كان بيأذن نادي الزمالك في السراء والضراء. نادي الزمالك يمرض وان شاء الله سيعود قريبا ان شاء الله، لان من مصلحه الكره المصريه ان قطبي الكره المصريه يبقى مستواهم مرتفع، لان ده بيعود على النفع على منتخبنا الوطني، وخصوصا بعد قرعه كاس العالم 2026 بالولايات المتحده الامريكيه. وان شاء الله القرعه ان شاء الله تكون كويسه ان شاء الله، واكيد كويسه، ان شايفين المجموعه معانا فرق من التصنيف الثالث، والحمد لله رب العالمين منتخبنا الوطني ان شاء الله سيصل الى كاس العالم، ولكن نتمنى ان هو يؤدي ايضا ما يبقاش فيه تمثيل مشرف في كاس العالم ان شاء الله، لان احنا اكبر من ان احنا بقى خلاص بقى كبرنا على الحاجات دي. لازم ان شاء الله نقدر نمثل الكره المصريه عالميا ان شاء الله، زي منتخب المغرب الشقيق اللي ادى اداء رائع جدا في كاس العالم 2022 بقطر. الحقيقه فعلا مليون مبروك للنادي الاهلي بحصوله وتتويجه ببطوله الدوري العام وتربعه على قمه الكره المصريه، وايضا بالتوفيق لنادي الزمالك. الحقيقه فعلا ان شاء الله نادي الزمالك سيعود مع بعض التدعيمات ومن خلال مؤازره جماهير نادي الزمالك. الحقيقه فعلا بشكر جمهور نادي الزمالك على الرغم من المحنه اللي بيمر بها نادي الزمالك في الفتره الاخيره، ولكن نادي الزمالك جمهوره بيأزره من خلفه. وايضا تحيه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي، عاشق النادي الاهلي وعاشق الكيان الكبير للنادي الاهلي نادي القرن في افريقيا على مؤازرته سواء بخلاله من البطولات الافريقيه. الحقيقه النادي الاهلي هذا السيزون عامل توليفه وعامل شغل عالي جدا من خلال قياده عاليه جدا من مستر كولر، قدر ان هو يوصل بالنادي الاهلي للتوب فورم، وقدر ان هو يصل الى الطب الافريقي القمه الافريقيه، يفوز بدوري رابطه الابطال الافريقي، وان شاء الله في الفتره القصيره القريبه ان شاء الله يفوز ببطوله السوبر الافريقي ان شاء الله مع اتحاد العاصمه الجزائريه، وان شاء الله يقدر يعمل جيم عالي جدا ومباريات قويه جدا في بطوله كاس العالم للانديه بالمملكه العربيه السعوديه. تحياتي لحضراتكم وبالتوفيق لقطبي الكره المصريه ناديي الاهلي والزمالك ان شاء الله في الفتره القادمه. ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله مستمر على تربعه على عرش الكره المصريه والافريقيه، وبالتوفيق لجمهور نادي الزمالك. وبقول لجمهور نادي الزمالك ما يزعلوش، ان شاء الله نادي الزمالك هيعود ويعود ان شاء الله. وشفنا الروح الكبيره جدا ما بين محمد الشناوي وزيزو، والحقيقه فعلا دي اللي احنا نتمنى ان احنا نشوفها في الفتره القادمه
مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي الكبير جدا، مليون مبروك لمستر كولر، مليون مبروك لنادي الزمالك على جمهوره العريق اللي هو بيأزره في السراء والضراء. اعزائي المشاهدين، سعدت بصحبتكم، والى ان نلتقي في لقاءات اخرى. اتمنى التوفيق للكره المصريه، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.